في صباح جميل ومشرق جلس فيلو مع أصدقائي. ما أجمل هذا الصباح يا أصدقائي. نعم، صباح مناسب للعب والجري. بدأ الكلام يتحول إلى الجري والسرعة. من الأسرع بيننا يا ترى؟ طبعا أنا أسرع واحد في الغابة. صعد رورو وبدأ يتكلم مثل بطل السباقات. أنا أفوز كل مرة، لا أحد يستطيع أن يسبقني. لا تتفاخر كثيرا يا رورو. ثم نظر رورو إلى سلحوف السلحفاة وقال كلاما جعله يحزن. أما أنت يا سلحوف أنت بطيء جدا. لماذا تقول هذا يا رورو؟ لم يضحك سلحوف، بل شعر بالحزن. رورو، لا تسخر من صديقك. أنا فقط أقول الحقيقة، هو بطيء. لكن السلحوف لم يستسلم، رفع رأسه بهدوء. إذا كنت تظن أنك الأسرع فلنقم بسباق. سباق؟ أنت وأنا؟ نظر فيلو إلى سلحوف بتعجب فهو يرى سريع جدا. كيف يا سلحوف؟ رورو سريع جدا. إن شاء الله أفوز. ضحك رورو كثيرا لأنه لم يتخيل أن السلحفاة تستطيع الفوز عليه. أنت تفوز علي؟ مستحيل. لا تقل مستحيل، قل إن شاء الله. تحمس الجميع لفكرة السباق. سأضع خط البداية وأنا سأراقب من فوق الأشجار. وأنا سأكون الحكم. بدأ رورو يستعد، أما سلحوف فكان يفكر: سأجري بسرعة البرق. إن شاء الله سنرى. وقف رورو وسلحوف عند خط البداية والجميع ينتظر لحظة انطلاق. هل أنتما جاهزان؟ جاهز للفوز؟ إن شاء الله. بدأ فيلو العدة واشتعل الحماس بين الحيوانات. وفجأة قبل أن ينتبه أحد قفز سلحوف قفزا صغيرا على ظهر أورو. يا رب انطلقنا! ماذا حدث؟ انطلق رورو بسرعة كبيرة ولم يشعر أن سلحوف فوقه ظهره. انظروا إلى سرعتي. انطلق أنت الأسرع يا رورو. رأى فيلو والحيوانات السلحوف فوق ظهر رورو فانفجروا ضاحكين من الفكرة الغريبة. سلحوف فوق ظهر رورو؟ هذه أتقى خطة رأيتها. ظن رورو أن الجميع يصفق له فزاد سرعته أكثر وأكثر. نعم، شجوني أكثر، سأفوز بسهولة. نعم، أسرع قليلا يا بطل. اقترب رورو من خط النهاية وكان سلحوف مستعد للحظة الأخيرة. إن شاء الله خطوة واحدة فقط. الفوز لي! وفي اللحظة الأخيرة مال سلحوف إلى الأمام فعبر خط النهاية له. توقف رورو وهو يبتسم ثم التفت فجأة واكتشف الحقيقة. ماذا؟ كنت فوق ظهري طوال الوقت؟ نعم، وأنت كنت سريعا جدا ما شاء الله. آسف يا سلحوف، لن أسخر منك مرة أخرى. وأنا سعيد لأنك تعلمت الدرس. ليس كل ما نريده يتحقق، لذلك نقول دائما إن شاء الله. هل أعجبتك قصتي؟ اضغط إعجاب واشترك معنا، ولا تنسى مشاركة القصة مع أصدقائك.